السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده أول درس في الدروس الأدفانسد في كورس الإكسل. هنشرح التريكات اللي في الاختصارات اللي في كورس الإكسل. أول اختصار معنا هو كنترول إيه. مثلا احنا جايبين هنا ساندي، تمام، قمت ساحب ده كده فهو كمل لك بقية الأيام الأسبوع: ماندي، توزداي، وينزداي، ثيرزداي، فرايداي، ساترداي، ساندي. ليه بقى؟ لأن دي متسجلة عندهم ليست، احنا شرحناها قبل كده بس هنقولها تاني. تقوم رايح على فايل دي، تقوم رايح على مور، تقوم ضغط على اوبشن، تقوم رايح على ادفانسد، تنزل هنا edit custom list، هتلاقي عندك ايه؟ ساندي دي موجودة هنا، وساتردي الحاجة دي موجودة، دي الليست اللي جاهزة عندك، تمام. فايدة بقى كنترول ايه في الموضوع ده؟ انا كتبت علامة هنا حرف الاس واليو، تضغط انت، تضغط بعدها كنترول ايه، هم مكمل اخد اول كل حرفين من اول حاجة اس يو ام مش عارف ايه كذا، تمام. كنت حاطط كده بحرف الدي، انت عامل كنترول ايه رابع حرف، اما كاتب حرف الدي ده اخر رابع حرف برضه، اما كاتب حرف الدي هنا بقى جبت عند اخر حرف رابع حرف لقيت حرف الاس، بقيت مكملها بحرف الاس. مثلا الشهور جان، انت ساحبين ده كده هتلاقي مكملك الشهور. مثلا لو انت عملت حرف الان، انت عامل حرف كنترول ايه تكملك بقى اخر ايه حرف، ليه؟ لان الحرف الان هو التالت، فهم اخد حرف البي والار كده، فاهم؟ اما يشيك على الترتيب ده اختصار لكنترول، يعني بيكمل لك. انت مكمل كده مثلا دي، بس انا قمت عامل بقى حرف الاي ومعاه رقم واحد، قمت جاي تحت قمت عامل كنترول ايه، اما مكمل ليه اخد حرف البي ومعاه رقم اتنين، حرف الار رقم تلاتة، او رقم اربعة، يعني انت بتديله اسطمبة وهو بيقوم مكمل على اللي هو يكملك نفس المنوال اللي انت عامله، جمعت خلية مع خلية، صف مع صف، عمود مع عمود، وهو يمشي بنفس الطريقة. لكن حاجة مش متسجلة عنده، هو مش فاهمها، لا هيقول لك الموضوع ده مش متسجل عندي. دي اختصار موضوع كنترول ايه، موضوع سهل بيسهل عليك ايه في الشغل بتاعك وانت شغال. تاني اختصار معانا هو كنترول شيفت سيمي كولون. السيمي كولون ده تلاقيه عند حرف الكاف لو انت عامل الكيبورد بتاعك بالانجليزي، تمام. احنا ضاغطين هنا في اي خلية، فضلنا عامل كنترول شيفت سيمي كولون، هديك التاريخ بتاع الساعة عندك اللي في الجهاز عندك. يعني دلوقتي الساعة 6:15 مثلا، فانت اي وقت مثلا كاتب كنترول شيفت سيمي كولون هيديك التاريخ بتاعك. طب لو قمت ساحب دي تحت كده يقوم مزود لك 7:15، 8:15، 9:15، 10. فلو قمت كاتب بقى هنا 6 بس، تمام، قمت نازل تحت كده قمت عامل كنترول ايه اللي احنا استخدمناه في شوية، اما يكمل لك 6، 7، 8، 9، 10، 11. لو انا كنت كاتب هنا 15 قمت عامل انتر، تعمل كنترول ايه، اما مكمل لك ايه 15 كلهم، وجيت بقى اجمعهم، تمام. 6، 215 هنا يبقى اجينا بجمعهم تاني كنترول ايه هيرجعهم لي تاني، فاهم؟ فدي استخدام كنترول ايه، ومعاك استخدام كنترول شيفت سيمي كولون. نشرحنا الجزئيه دي قبل كده. لو احنا مثلا شغالين على شيت 7 وعايزين نعمل حاجه في شيتين نفس الشيتين، يعني الشغل اللي احنا ده بدل ما ناخده من هنا كوبي نحطه هنا بيست، لا احنا نعمله ايه مرة واحدة في شيت واحد وتتحط في شيت تاني. مع فانا بقوم ضاغط كنترول ومحدد شيت 7 ومعايا شيت ايه شيت 4، هتلاقيهم الاتنين تحتهم خط اخضر طويل، يبقى الاتنين دول متحدين. لو كتبت مثلا هنا في خلية ايه 31 مثلا محمد، لما اروح عند شيت 4 هنا الاقيها مكتوبة هنا في خلية برضو ايه 31، الاقيها مكتوبة ايه في شيت 7، تمام. كده لسه التحديدة متحددة معايا اهي. قمت انا ساحب ده، رحت شيت 4 لقيتها برضو ايه اتعملت، خلاص. بنقوم كنترول وضغطت عليه بقى خلاص كده اتلغت، تمام. جيت اكتب بقى هنا حاجة احمد مثلا، حاجة بص عشان 4 بالله مكتبتش لان خلاص لغيت التحديد، هتلاقي الخط الاخضر تحت شيت 4 دي. انا كنت شرحنا الجزء ده قبل كده بس برضه قلت اما اعيد عشان ايه لو حد نسي ولا حد واقف على شيت واحد وعايز تحدد كله، ممكن تضغط على كنترول واحدة كده، او تقوم واقف على شيت واحد وتقوم ضغط شيفت عند شيت 9، يبقى انت كده حددتهم كلهم ايه مع بعض. تشيل بقى ايه براحتك، فاهم؟ يعني انت مثلا دلوقتي احنا واقفين اهو على شيت واحد، تضغط شيفت انت ضاغط على شيت 9 تحدد كله مع بعضه اهي، خلاص انت عملت كله ايه سيلكت مع بعض اهو. بس انت خلاص ايه لما ضغطت على الثانيه الوحيده لغيت السيلكت اللي انت كنت عامله. طيب في تركات تانية دلوقتي، مثلا لو انا خليها من الخلايا دي اللي انا فعلا اللي هي سي 586، لو كتبت فيها اي حاجه بتكتب عادي تمام وما بيقولكش لا ولا بيرفض حاجه من اللي انت بتكتبها. طب لو قمت رايح على كلمه داتا دي وافتح الخليه، قمت رايح على داتا فاليديشن، تغير اني فاليو دي خليتها مثلا ايه ليست، وما قال لك السورس بتاع الليست بتاعك فين، تقول له سند ده، تعمل اوكي. انت تيجي تكتب هنا اي حاجه هيقول لك لا مش هينفع this value ايه this انت ماتش زي data validation، فانت بتعمل كنسل. انت كتبت هنا 1، انت كاتب هنا 2، انت كاتب هنا 3، رحت خبت هنا كاتب لك 1 2 3، ليه؟ لان تبع الليست اللي انت محددها، تبع الليست اللي انت ايه محددها، فانت خلاص ربطت الخليه دي تبع data validation بتاعتك. فطبعا لازم تبقى اخد بالك ان انت ممكن عندك اي خليه معمول عليها data validation وانت مش عارف، فتيجي تسجل ومش عارف المشكله في ايه. فطبعا اول ما تديك ريسيت تقوم داخل على data validation وتلغيها، زي ما احنا وقفنا، لو وقفت على رقم 3 قمت عامل data validation
وتعمل كلير تعمل اوكي، خلاص راحت. تقدر ترجع تكتب في اي حاجه زي ما انت عايز. في تركية تانية معانا، مثلا لو احنا عندنا جدول زي ده قمنا عملنا له كنترول سي، عملنا له كوبي، عايزين نحطه هنا، عاملين كليك يمين ضغطنا بيست، بس هنعمله بيست سبيشاليست. تمام. فانت تقوم ضغط على دي، هيجيلك بقى ايه انت عايز تعمله ازاي. عملنا ترانسبوز يعني هنلف ونخلي الصف عمود والعمود صف، قمنا عاملين اوكي. شوف هتلاقي عندك ايه، اونلاين بعت هنا اونلاين، الستور بعت هنا، الميل بعت الكتريكال اكسيت، الفلوس اتغيرت. يعني كان الستور الالكتريكال مع الستور 70، الستور اهو مع الالكتريكال 70، هي بس ايه اتعكست، العمود بقى صف والصف بقى عمود. طبعا دي حاجه ايه لو انت عايز بتغير شكل الجدول بتاعك او بتغير الجدول انت كنت عامله، تغير الترتيب بتاعه، تغير الشكل بتاعه. ترى دي بالنسبه لك اسهل ليه، بدل ما تقعد تكتب من تاني وتعمل. انت عندك في خواص كتير، انت برضو عندك هنا عندك خواص كتيره، فاهم؟ كل الخواص انت ممكن تتحكم فيها، تغير فيها كومنت، فورمات، يعني تضرب، تقسم، مش عارف ايه، عمليات الاوبريشن، الحاجات دي تغيرها، فاهم؟ فالحاجات دي ممكن تتحكم فيها ايه براحتك. لو عندك جدول زي ده من الصف ده في داتا متكررة وانت عايز تمسح الداتا دي بضغطة واحدة، من غير ما تقعد تحدد انت وتمسح، انت معاك داتا طويلة مش هتقدر ايه تشوف كله، هتتعب. فتقوم محدد الصف ده، رايح ضغط على كلمة داتا، تقوم رايح على ريموف دبليكيت، وتحدد الكولوم اللي انت ده اللي هو الكولوم ده، تقوم ضغط عليه اوكي. هتلاقي بيقول لك فور دبليكيت فاليو ريموف ايه 4. فانت دلوقتي عندك ايه كان 8 بقى عندك ايه 4 اللي هو مش متكررين، اللي اتكرر اتمسح وسيبك من كل واحدة ايه واحدة بس.